میرو لجم خلق خونه لجم دوست و برای خونه لجم خشکو بران جبوگم هم شروع بکن اف هیئتا نتوی چه کاروباری وی چه گاو آویتن چه تشت هنه داخازی وان چه نبجوان ببیسن تشتی گو امکانن زلال بکن تشتی پیش روژه که چه امکانن به هفرا هن پروژه هم مشارکه بکن هیئت نتوی کاری بری و اساسی نجبو قلتنه ليه بقلره يعني فيمكن يعني هريما يكمين يجو بشتي باجار مزن كو ام دبينن عفرينيا بلكي روج السباوي امل السلاميه بنا ام قالك كيف خوشن براستي يعني گفتگویه که قالك باش بو ام كيف خوشن ما تشتيقو يعني ما ترسيني خلكي نريني وان بيش نياري وان ما بيستن وتشتيقوا الجمع مجموعة قوتن هو انه وسط بين مكونات الشعب السوري. از هيرو هوتم فداري ندوك هبي بهيئة العدالة الانتقالية السورية ده هوت من فداري هم هوتن وين ندوي حاضر بين طبعا ما سر ملفي مختطفين ومفقودين وما دنكر فاند حطنا كود حبسه دانا زندان دانا ام كسر جنت تشتين زانن ما خص هيئة العدالة ما راح حركة بفي ملفي وخاصة يعني وانا سر تشتكي دنكر انه فاند انتهاكات كرنا ايكي محاسبة بن فاكيد ام دخوزن حر انسان كي يعني هيرو ظلماتي كري ضد اي انسان كجان جهاته دبي قرك واري محاسب كرن ان شاء الله. نحن اليوم متواجدين الزهرو هوتما برومشتني الهيئة العدالة ده وهوتنا سر انه شك خوستا كد ملات برسكن هاجر جهانا وجفي مسألة حربي بتش خسارة دركتنا وش مصايب بجندو روتشي بونا طبعا جي برن أضرار دجندو ياك جي انه قشكي خوهندو كرنا وحتى نكون نزونن هاجر مرنا لهاجر حبسينا لهاجر كشتنا هاجر تشبون كاس نزونا مجهولا وأم دخوزن هفتشتو بيلب بجملات رو وإيدو دي إنه هرو أم بون دولتك محررة أم جو نظامك خلص بون نظامك ظالم بو وتفعيل تفعيل مؤسسات الدولة إنه يبلشوا فيها يعني وكده صار سنة تحرير شيء بيا سولكن شيء بيا إنه تفعيل مؤسسات الدولة محاسبة المجرمين الحرب عم بيت شنو دخوزن ونحن على أمل إنه الدولة تساعدنا وعم في أملي بر ما ظنن عم دخوزن دولات الكيلاك ما بسكنا والحمد لله في خطوات من الدولة يعني قوفن هن جي دولاتي دودي شاكرين وإن شاء الله خير. مواسم زيتون شهر استثنائي بالتعامل دسته نتوی یا دادمندیا و گوهز لباجار عفرین به هفکاری یا پارزگاه حلب را جوینک تایبت ولاتی عفرین و خلق عفرین و هر وها مالبات قربانی شر و کسن ساغمان و هر وها مالبات کسن کو دار زوره وندابونی لدار دخه دسته دشفینه ده و دوی هفدیتنه ده نیرین و آرمانجا دسته دیار کر و هر وها گهدا سر پرسیار ولاتین عفرینه. شرح المبسط لعمل أعضاء الهيئة الوطنية.